الاهلي المزعج بقول لكم رقم 19 للنادي الاهلي عبد الرحمن شريف في كل حته بقول لكم. خميس رقم 19 عبد الرحمن شريف، اعتقد يعني ممكن يكون من المهاجمين الكبار اللي ممكن يتم الموسم القادم ممكن اعارته لاحد الانديه حتى يكتسب الثقه والفرصه ويعود لفريق الاهلي مره اخرى. محي الدين في اللقطه اللي فاتت دي ما عملش كنترول جيد على الكوره وما استغلش الهجمه. ترجع الكوره مره ثانيه عبد الرحمن شريف هذا وادي امامنا هنا بقى. شوف بقى هنا اللاعب، شوف هنا اللاعب عبد الرحمن شريف. هل بقى دي كتف قانوني؟ هل دي مكاتفه قانونيه في اللقطه اللي فاتت دي؟ هل دي مكاتفه قانونيه بقى هنا اللاعب؟ خلي بالك يعني مش ناقص بس غير انه مصطفى مخلوف هو اللي يسجل. 11 لاعب سجلوا، ال 39 من اللاعب عبد الرحمن شريف، انما ترجع من سمير لشريف. شريف وهجمه خطيره للنادي الاهلي، استلام بشكل جيد طعيمه، بيلعب كره بينيه عبد الرحمن شريف داخل منطقه الجزاء وامام بقى انذار حكم. انما ترجع الكره لمحمد اسامه مره ثانيه، ودي هجمه خطيره للنادي الاهلي. ميدو نبيل بيلعب كره داخل منطقه طعيمه، بيلعب الكره هناك ناحيه شمال عند اللاعب مازن اسامه، بيلعب كره عرضيه حلوه وجول. الهدف بقى الاول في مباراه اليوم، ادي الهدف الاول في احداث هذا اللقاء، جول 1-0 للنادي الاهلي. مازن اسامه لعب الكره العرضيه، عبد الرحمن شريف في المره الاولى، وادي بقى سمير محمد في المره الثانيه، وبيسجل سمير محمد في مباراه اليوم. مشاهدينا الان قرن بقى والنادي الكبير، وايضا على مستوى العاب الصالات الحقيقه الاهلي محتكر كل الالعاب، وحاجه جميله جدا مع مجلس بقى الاداره بقياده النجم والاسطوره الكابتن بيبو الكابتن محمود الخطيب. ادي انطلاقه بقى من ناحيه يمين النادي الاهلي، عرضيه عاليه خطره، يا ولد يا ولد يا ولد. عبد الرحمن شريف بقى بيسجل المره دي، عبد الرحمن شريف بيسجل الهدف الرابع ليه على المستوى الشخصي والثاني للنادي الاهلي في مباراه اليوم. عرضيه حلوه، شوف بقى التنوع وشوف العرضيات اللي من الشمال والعرضيات اللي من اليمين، وعبد الرحمن شريف بيسعد العشاق والمتابعين وكل جماهير النادي الاهلي. ادي العرضيه من مازن، المره دي بقى ميدو نبيل لعب العرضيه، وادي عبد الرحمن شريف. يا ولد يا لعيب، شوف الارتقاء وشوف اللعبه وشوف الرأسيه وشوف الجمال، وهدف رائع جدا للنادي الاهلي في مرمى احمد عباس، في مرمى احمد عباس. حاول في اللقطه الاولى الحقيقه اللاعب عبد الرحمن شريف في قصه الهدف الاول، والحارس احمد عباس تصدى ليه، انما المره دي بقى عبد الرحمن شريف. يا ولد يا ولد يا ولد، حلوه حلوه على لاعبي نادي طلائع عيش. ترجع الكره مره ثانيه، ضغط بقى هنا عبد الرحمن شريف واخد الكره. ادي عبد الرحمن الضغط الجميل اتجاه اللاعب سمير محمد. ترجع الكره مره ثانيه لعبد الرحمن شريف اللي جه هنا ناحيه الشمال. يا ولد يا لعيب، عدى حلو قوي، عدى حلو قوي، ولكن حكم بيقطع. وادي ميدو نبيل بيلعب الكره، ميدو توصل لعبد الرحمن شريف. عبد الرحمن شريف بيلعب الكره في وسط الملعب بتاع مصطفى بالخير، وتوصل في اتجاه اللاعب عبد الرحمن شريف مره ثانيه مقطوعه. وادي وايضا اقوى دفاع في هذا الموسم. توصل الكره مره ثانيه، هذه انطلاقه محمد بسام، محمد علي، محمد امجد، محمد وائل، نور فريد، زياد وليد، ويوسف عبد العزيز. اداء ثابت ومستوى جيد لاسلام في دوري هذا الموسم في تشكيل بقى المدير الفني كابتن احمد عبد الظاهر. هذه الكره العرضيه داخل منطقه الجزاء، وادي محاوله من اللاعب طايمه توصل في وسط الملعب مره ثانيه، واستلام بشكل جيد من عبد الرحمن شريف. هناك كره اسلام بيلعب الكره الاماميه العاليه على حدود منطقه الجزاء، لمسه راسيه كده من وادي خطره جدا، خطره داخل منطقه الجزاء. وادي المحاوله في اتجاه اللاعب ميدو نبيل، والثالث ويسجل الهدف الثالث في احداث هذا اللقاء. ادي الكره الجميله، وادي اللمسه، وادي العرضيه داخل منطقه الجزاء، وفي اتجاه اللاعب ميدو عبد الرحمن، وادي بقى سمير. دي عبد الرحمن شريف، يا ولد يا لعيب.
كده ان زي ما لسه بيتكلم كابتن ممدوح على القميص رقم 19 عبد الرحمن شريف مهاجم النادي الاهلي بيشكل خطوره على مدافعي فريق نادي السد باسوان. اللي عجبني الحقيقه في عبد الرحمن شريف ان هو لاعب ايجابي على المرمى، كل كره بتجيله كده بيحاول ان هو يعني يلعب في اتجاه المرمى. سجل هدفين في المباراه والجوله الاولى امام بلديه محله زي ما قلنا، والاهلي كان حقق الثلاث نقاط بهذا الهدف، واليوم ايضا سجل هدف متقدم فيه الاهلي على الجوله 1-0 حاجه جميله للاعب عبد الرحمن شريف، اللاعب المتواجد في مركز راس الحربه اليوم ومركز 9 في تشكيل المدير الفني كابتن محمد شرف. بقى ما يخرج وينزل بدلا منه اللاعب عبد الرحمن شريف. ادي عبد الرحمن اهو، محمد وائل اماميه في اتجاه اللاعب محمد. تمرر الكرة سمير محمد. عندك فرصة ذهبية من أجل لعبة عرضية وتسجيل هدف يرجعك في اللقاء، لكن والمتابعين في كل مكان مجهود يستحق الشكر، وأيضا بقى شكر خاص لكابتن علاء عكاشة رئيس قطاع الناشئين. انطلاق على طول تاني يطلع علاء النجار، خطرة جدا، ولكن وشفنا الكرة الجميلة اللي لعبها لعمر عيسى وعمل 1-2 جميل عمر عيسى مع اللاعب محمد فتحي بوجي، لكن عمر عيسى بقى في الاصلي 7 دقايق في الاحداث المتبقيه. انطلاق على طول سجل الهدف الثاني عمر عيسى، توصل على طول ثاني الكوره، عوده بعد غياب لعمر للاصابه. انطلاق على طول النادي الاهلي وهجمه على طول عند اللاعب عبد الرحمن شريف صاحب الهدف، بيلعب كباك رايت وكوينج رايت كمان، لما بيزيد بيعمل الدور الهجومي بشكل مميز. قطع على طول على الكره وعدى بشكل جميل وخد لعب 9 لقاءات قبل هذه المباراه، فاز في 5 لقاءات، لكن على طول توصل عند لاعب ابراهيم عبد الحكيم، يلعب كورته ابراهيم عبد الحكيم طويله وعاليه، خطره جدا الكوره، سمير محمد وفرصه تعادل في عمر اللقاء والوقت الاصلي. استكمال على طول اللقاء واستئنافه بعد احراز الهدف الاول للنادي الاهلي. توصل الكره على طول عند اللاعب رقم 19 هناك في اراضي بورسعيد بهدف سجله عبد الله الدح اللاعب المميز. انطلاق على طول النادي الاهلي سمير محمد، خطره جدا الكوره، مش ممكن على طول الاستلام، هدف التعادل. هدف التعادل مشاهدينا متابعينا للنادي الاهلي، يسجله على طول اللاعب رقم 19. تتذكر اراضي الغربيه جيدا. اقول لك ليه عزيزي المتابع، ابراهيم عبد الحكيم في مباراه النادي الاهلي امام غزل المحله، انطلاقه على طول ثاني وتقت الاسكندريه ويعاونه كابتن خالد السيد وكابتن عمر فتحي حكام مساعدين. انطلاقه على طول ثاني عند طعيمه، خطره جدا براسيه فين اسمر من النادي الاهلي في احداث اللقاء. مشاهدينا متابعينا بنلعب في الدقيقه 41 من عمر اللقاء، ولا زال التقدم بهدف نظيف لفريق نادي طنطا، احرزه صفوت فايق من ضربه جزاء في الدقيقه 3، وكان سجل الهدف الثاني محمد محسن شيكا، وكان اضاع الفريق ضربه جزاء ضيعها اللاعب عبد الرحمن الدح الجولدن بوي. للنهارده بقى الاصابات توصل ثاني من جديد، ضغط على طول يا ولد، لعيب يبعد الكره لاعب نادي طنطا. دفاع مهم، دفاع مهم، وادوار النهارده دفاع نادي طنطا على اعلى مستوى بكل امانه. سلام عليك يا عمر، شواره على طول في الكره الثانيه،
ضغط على طول من لاعبي النادي الاهلي، انطلاق من نبيل بولا ومحمد رمضان وحلاوه وعمر عيسى ومحمد فتحي وعبد الله الدحر، كل منهم سجل هدف واحد. على طول تاني كرة من جديد. عدد طنطا كان هيحتل صدارة هذا الدوري، ومش ببالغ في هذا الكلام، لان لو بصيت على مستوى النتائج النادي الاهلي في المركز الاول. نادي طنطا من جديد الكوره، لكن على طول توصل خطره جدا. سعد محمد لازم الجمهور يساند ويشجع النادي الاهلي بيكسر هجمات وكره عرضيه براسيه، لكن علاء على طول الكرة من عرضية من محمد السيد، لكن بقى محمد فتحي بوجي يسدد الكرة سهلة عند حارس. وايضا بقى في اللقاء الاخير فاز النادي الاهلي بنتيجه 4-2 على فريق مودرن فيوتشر. انطلاق على طول تاني من جديد. الفريق الاول واللي موجود النهارده من اجل تدعيم تشكيل الكابتن اسامه عبد الغفار لفريق 2003 النهارده. انطلاق على طول تاني من جديد النادي الاهلي. خلي بالك من هجمات الاهلي، المارد الاحمر الذي لا يكل ولا يمل دائما. بيلعبها الجروبة، انما على طول الهجمه المرتده للنادي الاهلي في منتهى الخطوره. حلوه حكيم. ايه الحكايه؟ الاثنين مساكين بقول لكم بيزيدوا، لسه بقول لكم 6 بيزيد، وابراهيم عبد الحكيم بيخش على طول، انما المرتده في منتهى الخطوره للنادي الاهلي. بيضغطوا بسرعه وبيخشوا، بقول لحضراتكم جوه منطقه ومرمى كورته بيلعبها، انما بيضغط جوه بقى بتوصل على طول في منتهى الخطوره. ايه الحكايه؟ بقول لكم بيوصلوا بسرعه. ليه فرقه النادي الاهلي بيلعبها جوه المنطقه؟ ادي المزعج بقول لكم رقم 19 بيلعب كره عرضيه في نص ملعب النادي الاهلي، بيلعب واحده في منتهى الخطوره، انما بتمشي تاني. عبد الرحمن بيلعبها الميدو عايز يعدي، والله ميدو بيلعبها لعبد الرحمن شريف. عبد الرحمن شريف بقول لكم المزعج، انما عليه حكم اللقاء بيقول العب. ادي 19 رغم الهدف انما عامل ماتش كويس. ادي عبد الرحمن شريف بيلعبها على طول وميدو بيلعبها تاخد في منتهى الخطوره رقم 10 ميدو اسامه، انما لم وشي تفضلي كانت رايحه لجده، انما المزعج رقم 19 عبد الرحمن شريف. نبيل يتقدم للامام وبيلعب الكره البينيه الحلوه، وادي الكرات بقى واللمسات الحلوه من لاعبي النادي الاهلي، وهجمه جميله جدا واحده والثانيه اتلعبت حلوه قوي ناحيه الشمال. مازن اسامه عدى وماشي، وادي العرضيه من مازن اسامه خطره، والهدف الاول للنادي الاهلي، الجول الاول للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء من كره عرضيه حلوه. بيسجل بقى النادي الاهلي الهدف الاول في المباراه، الهدف الاول للنادي الاهلي في المباراه، وكره عرضيه من مازن اسامه بشكل متميز جدا في مباراه اليوم. وعبد الرحمن شريف بيضيف الهدف الثاني ليه في دوري هذا الموسم والاول في مباراه اليوم للنادي الاهلي، علشان يتقدم الاهلي على الجونه بهدف مقابل لا شيء في مباراه اليوم. برافو يا ولد يا لعيب. والحقيقه كوره ملعوبه جميله جدا ما بين ميدو اسامه وما بين ميدو نبيل، وادي العرضيه وادي الاعاده. وشوف بقى هنا الراجل قاطع قبل حارس المرمى اللاعب عبد الرحمن شريف، اللاعب الهداف اللي كان سجل هدف الفوز على نادي بلديه المحله في الجوله الاولى، يعود ويسجل هدف التقدم في الدقيقه الثامنه من عمر وبدايه احداث لقاء الاهلي مع الجونه في الجوله الثانيه. لفرقه النادي الاهلي بيحاول يعملها على طول عبد الرحمن شريف، ومنتهى الخطوره بيوصلوا بيلعبها تحت خالص، بيحاول يضغط الفرد بالصريح للنادي الاهلي. الالوان اللي بتلعب باك يمين، والتبارك باك يمين رقم 5 بقول لكم